مش أسوأ اللي أنت تُقف في حالك ومش عارف تعمل إيه، مش عارف تستنى والّا تمشي، مش عارف إن الحاجة اللي جاية لي دي هل دي خير والّا شر، مش عارف آخُد أي قرار، مش عارف أفكّر، مش عارف أقرّر، ومش عارف أجاوب على أي سؤال، مش عارف أنا عايز إيه. ساعات كده الواحد بيحس بإحساس كده مؤذي، مش عارف أي حاجة وحاسس اللي أنا عايز أختفي بعيد عن الناس. خلّي بالكم الأسوأ من ده كُلّه بقى مش عارف أحس بالشغف اتجاه أي حاجة، ودي تبقى أرخم مرحلة جامد جدًا بيمُر بيها أي شخص. المرحلة اللي الواحد بيمُر فيها اللي أنا مش مبسوط ولا زعلان ولا مخنوق، بس في حاجة غريبة وساعات باكبّر كل شيء عندي عادي، ودايمًا باكرر كتير كلمة مش فارق، عامل زي اللي في نُص في البحر، وكمّلت والّا رجعت مش مهم، بس بقيت دايمًا أتقبّل كل المشاكل اللي بتحصل لي وكل العقبات في الآخر، مش مستني ولا عارف آخُد أي خطوة في أي حاجة جديدة وأنا واقف في مكاني محل سر. تصدّق والله مش الحالة اللي أنا فيها دي اللي أنا أكون زعلان على شخص والّا حاجة، أنا ممكن أكون زعلان على نَفْسي، على أي حاجة معايا وما بتحصلش، على أي حاجة بافكّر فيها وما بتحصلش، على أوقات كتير باحس فيها اللي أنا لوحدي، دايخ، تعبان، ما حدّش حاسس بيّا، على كل خطوة بامشيها لقدّام وبترجّعني آلاف لورا، على أحاسيس كتير اتحرمت منها وسط حبايبي، مواقف كتير أنا محطوط فيها بس مش بمزاجي، على كسرة قلبي اللي أنا ما كنتش متوقعها. أنا ممكن أكون زعلان على نفسي وبس. أحلى مسا عليكم.